أيها الإخوة المواطنون، أولا مساء الخير عليكم كلكم وعلى الناس الحلوة اللي زي الفل. احنا جينا هنا عشان نقول إن احنا ما بنخافش من حد. هبدأ بالترتيب. الأستاذ أحمد بيسأل عن فرص الإصلاح الاقتصادي. بالتأكيد يا أستاذ أحمد ما يكفيش إن احنا نقول إن السلطة دي خربتها وبس. يعني خراب في خراب يعني. والله العظيم. رغم إن احنا لو قلنا كده مش هنبقى بعدنا قوي عن الحقيقة، يعني في ضوء ما توفر ليهم من إمكانيات لو أحسن استخدامها كان زمان مصر في مكان تاني دلوقتي تماما. يعني خراب في خراب يعني. اصلا احنا بادئين من هنا. يعني إذا وضعت هذه الموارد المالية الهائلة، يعني نقدر نقول إنها القروض الخارجية المثبتة اللي كانت حاجة و30 مليار، دلوقتي واحنا بنتكلم كده ممكن تكون عدت ال 165 مليار. المليارات عندي شيمة بالمناسبة، اللي بيسمعني عارف الكلام ده. لأن الحلم كبير قوي. دمي سايل بسببك وفلوسي اتسرقت بسببك. اخرس. الدين الداخلي كان 1 تريليون، تجاوز ال 5 تريليون. في تقديرات ان المعونات والمنح في حدود ال 100 مليار دولار، غير الديون اللي هي بضمانه حكوميه او اللي مش مثبته بالمناسبه. كان عندك اعلى دين عام للناتج المحلي الاجمالي في كل الدول الناشئه. احنا شايفين مصر في المركز الاخير يعني. المركز الاخير. فكان الدين بيمثل 99% من الناتج المحلي الاجمالي. تقريبا 100%، دلوقتي تقريبا 100%. وده يعني ديونك قد دخلك. قد الناتج المحلي الاجمالي بتاعك، صح. لحد ما ندينا وأنا ما بقبضش بقالي 6 شهور. يلا اقعد سيح على القبض بتاعك وافضحنا قدام الزباين. انا بقول بكل يقين ان نص المبلغ ده او بربعه لو اتحط في مشروع تصنيع كانت البلد دي زمانها عادي. أنا بقولها للمفكرين الاقتصاديين، قلت لهم لا. سيد انت اكبر خساره حصلت في حياتي. لو قدمنا مصر للعالم في صورتها الحقيقيه انها تبقى دوله قانون ومؤسسات وحكم رشيد، والقرار الاقتصادي فيها هيتاخد وفق الاعتبارات الجدوى الاقتصادية وبالاعتماد على اهل العلم والخبره، مش كل اللي احنا شايفينه. كل اللي انا بقوله ده هو عكس كل اللي حصل دلوقتي. لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معانا هنا من رجال الصناعه، واللي احنا بنقول ان احنا ما بقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. العالم مش عايز لغه فتاكه ولا فهلوه ولا نقعد نقول له كلام انه بعد قد ايه هيبقى ايه ولا كل الكلام ده. العالم عايز يشوف ناس بتساعد نفسها علشان هو يساعدها. حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى. الناس مش رافضه تساعد مصر، الناس رافضه تساعد سلطه ما بتساعدش نفسها. ساعدتها بما يفوق حجم احلام ناس تانية حكمت البلد دي في ظروف اخرى وتعرضت لحصار ولظروف معاكسه. وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل. ممكن ما اسمعلكش نفس. انا غير من صوتك دي اللي مقلقني، مخليني حاسس ان انت متضايق مني. ايوه طبعا متضايق منك. السلطه دي استفادت فوق حدود الحلم وعملت ايه؟ اهدرت ذلك. خلاص الناس ساعدت كتير قوي، بقى لها سنين بتساعد. أنا بقول بقى لها سنين بتساعد، وأنت ما ساعدتش نفسك عمرك أبدا. مجهودك هيصلب وتقف. ما تخلينا في الديون المتلتله علينا والمصايب السوداء اللي احنا فيها. هل في مؤشرات ان اللي جاي مختلف؟ ازاي اذا انت مش معترف اصلا ان انت اخطات؟ انت بتقول انا ممتاز، انا عظيم، انا ما حصلتش، بس في كورونا وفي الحرب الروسيه الاوكرانيه. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها، سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو وتأثيرها على الأسعار وكده. احنا في حاله حرب يا اخويا، انت مش عايش ولا ايه؟ تيجي تشوف اداء الاقتصاد الاوكراني، اداء العمله الاوكرانيه افضل منك. التجربة اللي احنا شفناها في ال7 سنين، خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، اثبتت اننا انا بتكلم عن نفسي، ان احنا ما كناش فاهمين كويس، ما كناش عارفين كويس. انا بتكلم عن نفسي. يا معلم ما تسيبك بقى من التلفزيون والسياسة بتاعتك دي، وتعالى بقى نتحاسب ونشوف أكل عيشنا. الاصلاح يا جماعه مش اختراع، الاصلاح قبل حاجه اراده، قرار، ناس عايزه تعمل للبلد مش عايزه تعمل عشان تقعد. المسار اللي انا بتكلم فيه هو المسار الفكري لبناء دولة. ده موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيه الفهم، عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. لا، ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي. ابعد ياض عن التلفزيون عشان في كلام كبير قوي بيتقال وانتوا ما انتوش فاهمينه، وشكلنا كده داخلين على ايام سودة. تعبنا من كتر ما قلنا للناس دي المشكله والحل،
المشكله والحل. بقى عندنا قناعه النهارده ان احنا مش نتدخل. انا بطالب الناس كلها انها تمارس الجهد بالطريقه دي، انما نستثمر الوقت والطاقه المتاحين لينا في كسب ثقه الناس كبديل لهذه الايه؟ السلطه الفاشله المستبده التي لا تستحق مزيد من الوقت على حساب الشعب المصري. بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. كل الناس بتغادر مكانها باقرب الاجالات، يا اما مده عملها بتنتهي يا اما هي حياتها بتنتهي قبل انتهاء مده عملها، بس صح. بس الاسهام الحقيقي بقى يبقى في ان انت تبقى راجل صاحب قرار، قادر ان انت تتعامل باريحيه، خلاص ان انت بقيت سابق. هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله. الولد عنده طموح ايه بس؟ يا سميع انت سامع وشايف اعمل ايه؟ احنا قاعدين بنسمع انه اذا الناس مش عايزاني هفتح الباب واعظم، صح كده؟ ولو مش قادر والله لا افتح الباب واديكم التحيه وامشي. احنا بنعرف منين الناس عايزاني ولا مش عايزاني؟ في طريقتين، يا اما الناس تروح الانتخابات يا اما انتوا تدفعوا الناس لايه؟ للشارع. انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي. حكايه التوحد اللي بين الانسان وكرسي دي حكايه مأساويه بصراحه. من يجعل الثوره السلميه مستحيله فهو يفتح الطريق للثوره العنيفه، ولازم نفهم هذا في العالم العربي، ومش نفهمه بس شايفينه في نص العالم العربي، وهذه رساله لكل حاكم في العالم العربي. ده انقاذ وطن. ده ايه؟ انقاذ وطن. الثوره السلميه تاتي اذا لم يكن هناك اصلاح، واذا لم تفتح الطريق للثوره السلميه فسيعقبها ثوره عنيفه. احنا بلدنا ما تتحملش الحراسه، مش عشان السلطه، انا رايي في السلطه معروف، عشان البلد دي، عشان احنا بنحبها وخايفين عليها وعارفين ان اللي ما يقدرش يتحمل فيها السيناريو ده ولا ثمنه هو ابنها الضعيف واللي عايش يوم بيوم واللي ما عادش قادر تاني على هذا الكلام. لا، ده اللي هيحاسبني عليه مش انت، ده مش انت اللي هيحاسبني عليه، ربنا. يقول لي ضيعت ال100 مليون خليتهم مشردين في كل حته. على فكره انا زهقت، خرجتني ليه يا رب من المصحه؟ كنت مبسوط. بعد اذن كل مواطن مصري مش عاجبه الحال، بعد اذنه اذا صدقنا وشاف فينا امل، جرب اهتفوا للحق، اهتفوا لنفسيكم، عبروا عن اللي جواكم باي طريقه بدل ما تلعنوا الدنيا وتشتموا الظروف.